يقول لك بقى انت لو حطيت منقوع مش عارف ايه من نباتات ايه وشربته بعد الاكل على طول، ده قنبله الحرق، ده اللي هينسف كل الدهون اللي انت اكلتها وينسف كل الدهون اللي موجوده في جسمك وينسف كل حاجه ممكن تبقى انت عايز تنسفها. طبعا ما كانش حد غلب، يعني لو الموضوع بالبساطه دي كنا عملنا اللي احنا عايزينه وشربنا بعد منها بقدونس، شربنا بعد منها زنجبيل، شربنا بعد منها قرفه، وكنا بعد منها ارتحنا، ولا كنا عملنا دايت ولا ظبطنا الانتيك ولا ظبطنا الاكتيفيتيز. كل الكلام ده حتى اي فيديو تشوفه يقول لك فلان ده هيخليك محرقه، هي كلها نظريات وكلها يعني اكتر عايزه تعبر لك ان الحاجات دي ليها تاثير ايجابي على المدى الطويل على معدلات الحرق بتاعتنا. ما عنديش حاجه اسمها انا اكلت دلوقتي اغسل ضميري من جوه بكوبايه الشاي الاخضر، مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها ان انا اظبط الدايتري ريجيمنت بتاعتي، نظامي الغذائي بتاعي، واظبط اللايف ستايل بتاعي، وبعدين اخد حاجات ثانيه تساعدني. عندنا في حاجات ليها تاثير ايجابي على معدلات الحرق ومعروفه جدا، من اهمها مثلا الزنجبيل، سواء كان لوحده او اتضاف عليه ليمون او اتضاف عليه القرفه، او سواء كانت القرفه لوحدها ومتضاف عليها الليمون مثلا، او متضاف عليها برده الى حد ما الزنجبيل. عندنا في بعض الاحيان الفلفل الاسود اللي احنا بنحطه هو والكركم اللي بنحطهم عندنا في الاكل. الحاجات دي مع الوقت طول ما انا بحطها معايا في الاكل بتزود عندي مش معدلات الحرق زي ما قلنا، بتزود فاعليه الانزيمات اللي بتساعد شويه في حرق الدهون، ولكن تاني مش هتتحرق الا لو انا جسمي محتاج يحرق. جسمي لو مش محتاج ده مش هيحصل. في فرق ان هي ثيرموجينيك بتحسسني ان انا سخن، وبتشتغل على حاجه اسمها الانكابلرز اللي بتمنع جزء من انتاج الطاقه وتخزينها، ولكن ده برده لوحده مش كافي عشان اخس. الحاجات دي مهمه جدا مفيده جدا، ولكن مش هي الحل لوحدها. افتكر دايما ان صحتك اهم.